السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الخامس الابتدائي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هناخد النهاردة الدرس الرابع بعنوان مصر في عصري البطالمة والرومان. هنعرف هما البطالمة جم إزاي، والرومان سيطروا على مصر إزاي، وإزاي كمان دخل الإسكندر الأكبر. الدرس اللي فات أخدنا إن في نهايته دخل الفرس ومصر وقعت تحت سيطرة الفرس. طب لو جابلي في الامتحان بما تفسر وقعت مصر تحت سيطرة الفرس، هقوله بسبب إيه؟ بسبب زيادة التدخلات الخارجية وتولي حكام ضعفاء للحكم وتراجع كمان قوة الدولة. بعد ما دخل الفرس مصر انتهى عصر الأسرات، يعني انتهت 30 أسرة. وبعدين جه واحد اسمه الاسكندر الأكبر. اسكندر الأكبر ما كانش بيحب الفرس، كان أول ما يعرف إن الفرس في مكان كان بيروح على طول يحاربهم، علشان كان حلمه يكون إمبراطورية كبيرة. طب يا ترى مين الاسكندر الأكبر ده واتولد فين؟ هقولك. الاسكندر الأكبر ده اتولد في حتة اسمها إقليم مقدونيا. إقليم مقدونيا. طيب سنة كام؟ 356 قبل الميلاد. وخلي بالك السنين قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد سيدنا المسيح عيسى عليه السلام، بتيجي بالعكس. يعني ايه؟ يعني السنة الخامسة بتيجي، أو خمسة بتيجي قبل أربعة، بتيجي قبل تلاتة، قبل اتنين، قبل واحد، وهو ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى الاسكندر الأكبر هو مين؟ ولد في إقليم مقدونيا 356 قبل الميلاد. طب اتعلم على إيد مين؟ الفيلسوف أرسطو. اتعلم على إيد مين؟ الفيلسوف أرسطو. قدر كمان يكون إمبراطورية كبيرة، والراجل ده كان من أعظم القادة العسكريين في التاريخ. تاني، مين الاسكندر الأكبر؟ الاسكندر الأكبر اتولد في إقليم مقدونيا سنة كام؟ 356 قبل الميلاد، واتعلم على إيد الفيلسوف أرسطو. كون كمان إمبراطورية كبيرة، وبيعتبر أحد أعظم القضاء العسكريين في التاريخ. طيب أنا سمعت كده وانت بتقولي يا مس كلمة إمبراطورية، يعني إيه كلمة إمبراطورية؟ هقولك. مثلا الإسكندر الأكبر هيسيطر على يونان والعراق ومصر وبلاد الشام، كل دولت هيبقوا تحت حكمه هو لوحده. فالإمبراطورية يعني إيه؟ يعني دولة واسعة الأطراف تضم أقاليم وشعوب تحت حكم واحد. دولة واسعة الأطراف تضم شعوب وأقاليم تحت حكم واحد. تاني، إيه هي الإمبراطورية؟ دولة واسعة الأطراف تضم أقاليم وشعوب تحت حكم واحد. طيب، هو الإسكندر المقدوني أو الإسكندر الأكبر ده كان ليه اسم تاني بيسموه الإسكندر المقدوني. الراجل ده جه مصر ازاي؟ هقول. في وقت ما كان موجود الفرس، كانوا بيعاملوا من المصريين معاملة سيئة وبيفرضوا عليهم الضرائب. الاسكندر الأكبر عمل ايه؟ حاول يسيطر على مصر في الوقت ده وينتهز الفرصة ان المصريين ما بيحبوش الفرس. طيب يا ترى ايه السبب ان الاسكندر ده دخل مصر؟ علشان حاجتين: ليه تأمين الغذاء لجيشه وكمان بناء إمبراطوريته. تاني، ليه تأمين الغذاء لجيشه وكمان بناء إمبراطوريته. يبقى تاني، الإسكندر الأكبر اللي بيسموه الإسكندر المقدوني جه مصر إزاي؟ أيام الفرس المصريين كانوا بيعانوا من سوء معاملة الفرس وفرض الضرائب. في الوقت ده انتهز الإسكندر الأكبر الفرصة وسعى علشان يسيطر على مصر. طيب ليه؟ لتأمين الغذاء لجيشه وبناء إمبراطوريته. إيه ده يا مس؟ هو كان في غذاء في مصر زمان؟ مصر كانت مليانة بالخير لدرجة إن هم كانوا بيسموها سلة القمح الموجودة في العالم. إشمعنى؟ عشان كانوا بيزرعوا قمح كتير فيها. علشان كده الاسكندر الأكبر حاول يدخل مصر علشان يأمن الغذاء لجيشه ويبني الإمبراطورية بتاعته. طب لو جابلي في الامتحان
بما تفسر. سعى الإسكندر للسيطرة على مصر، هقول له حاجتين: لتأمين الغذاء لجيشه وبناء إمبراطوريته. طيب الإسكندر الأكبر بقى عمل إيه؟ أول حاجة سيطر على مصر سنة 332 قبل الميلاد. طب المصريين هيعملوا إيه؟ هيرحبوا بيه ولا هيبقوا زهقانين منه ومش طايقينه؟ لأ، رحبوا بيه. فلما سيطر على مصر سنة 332 رحب بيه المصريين. طيب ليه؟ ليه تخلصهم من حكم الفرس. تاني، الإسكندر الأكبر سيطر على مصر سنة 332 قبل الميلاد، وبعدين رحب بيه المصريين. طب بما تفسر ترحيب المصريين بالإسكندر الأكبر للسيطرة على مصر؟ ليه تخلصهم من حكم الفرس. ليه تخلصهم من حكم الفرس. الراجل ده كان عنده عقلية مفيش زيها. ازاي؟ دور على أهم حاجة المصريين بيحبوها وبعدين راح اتقرب ليها. طب ايه اكتر حاجة المصريين بيحبوها؟ الديانة بتاعتهم، فأظهر احترامه للديانة المصرية. طب عمل ايه؟ راح زار معبد الإله آمون الموجود في واحد سيوة. يبقى تاني الإسكندر الأكبر عمل ايه؟ أظهر احترام كبير للديانة المصرية لما زار معبد آمون في واحد سيوة. خلي بالك، اعمل حاجة كمان. ايه هي يا مس؟ خطط وليس استكمل. هو خطط بس. يعني ايه؟ اختار المكان اللي هيبني فيه اسكندرية، خطط لبناء مدينة اسكندرية. طب اشمعنى عاوز يبني اسكندرية؟ علشان تكون عاصمة جديدة لمصر. طب عملها امتى او بدأ يخطط ليها امتى؟ سنة 331 قبل الميلاد. يبقى تاني عمل 3 حاجات: سيطر على مصر، رحب بالمصريين لتخلصهم من حكم الفرس، وكمان أظهر احترامه للديانة المصرية لما زار معبد الإله آمون في واحد سيوة. خطط لبناء مدينة اسكندرية. طيب ليه؟ لتكون عاصمة جديدة لمصر. كانت سنة كام؟ 331 قبل الميلاد. لكن للأسف مات فين؟ في مدينة بابل. مات سنة كام؟ 332 قبل الميلاد. أنا شايف السؤال تاني في دماغكم: هو اتولد قبل ما يموت أو مات قبل ما يتولد؟ احنا مش فاهمين يا مس. تاني، السنين قبل الميلاد قبل ميلاد سيدنا المسيح عيسى عليه السلام بتيجي بالعكس. السنة الخامسة تيجي قبل السنة الرابعة، قبل التالتة، قبل التانية، لغاية ما سيدنا عيسى اتولد، وبدأت السنين من الصغير لغاية الكبير. طيب بعد ما مات ايه اللي ترتب على وفاة الإسكندر؟ إن الإمبراطورية بتاعته انقسمت بين قواته. هما 3 قوات، بس أنا مش عاوزة أعرفهم لك. هما تقال عليك شوية ولا أقول لك؟ هقولهم لك. هما 3: أنتيجونس في اليونان أو أنتيجونس خد اليونان، سيليوكس خد العراق وأسس الدولة السلوقسية وكمان أو السليوقية، وكمان بطلميوس الأول أخد مصر وأسس دولة البطالمة اللي قعدت في مصر تحكم 3 قرون، يعني 300 سنة. تاني، أنا ليا دعوة باللي فات ده؟ لا، أنا ليا دعوة بحاجة واحدة: إن ما النتائج المترتبة على وفاة الإسكندر الأكبر؟ ترتب على هذا أن قسمت إمبراطوريته بين قواده. كانت مصر من نصيب مين؟ بطلميوس الأول. بطلميوس ده عمل إيه؟ أسس دولة البطالمة اللي فضلت كام سنة؟ 300 سنة، يعني 3 قرون. مين أشهر ملوك دولة البطالمة؟ 2: بطلميوس الأول وكمان كليوباترا السبعة. بطلميوس الأول ده عمل إيه؟ هقول لك. هو أسس دولة البطالمة وهو أول ملك ليها، وكمان استكمل بناء مدينة اسكندرية. الراجل ده عمل إيه؟ أسس دولة البطالمة وأول ملوكها واستكمل بناء مدينة اسكندرية. مين اللي خطط لبناء اسكندرية؟ الإسكندر. مين اللي استكمل بناء مدينة اسكندرية؟ بطلميوس. طيب عندي كمان أشهر الملوك هي كليوباترا السبعة، وهي آخر ملوك البطالمة. يبقى أنا عندي ملكين: بطلميوس الأول أول ملوك دولة البطالمة،
أسس دولة البطالمة، استكمل بناء مدينة اسكندرية. طب كليوباترا السبعة هي آخر ملوك البطالمة في مصر. طيب هم عملوا ايه؟ يعني البطالمة عملوا ايه؟ أول حاجة اهتموا بالاقتصاد. ايه الاقتصاد؟ الزراعة والصناعة والتجارة. عملوا ايه في الزراعة؟ دخلوا حاجة اسمها السواقي او السواقي. الساقية دي اللي هي بتدور وسوري بربط فيها اي حيوان علشان خاطر يطلع لي المية ونروي الارض الزراعية. يبقى اول حاجة البطالمة اهتموا بالزراعة، فازدهرت الزراعة في عهدهم. ادخلوا ايه؟ ادخلوا السواقي. طب اهتموا بايه كمان؟ بحفر الترع. ادخلوا السواقي واهتموا بحفر الترع. يبقى في الاقتصاد اهتموا بالزراعة وازدهرت الزراعة. طب ازدهرت الزراعة بعد ايه؟ بعد ايه؟ ادخالهم للسواقي واهتمامهم بحفر الترع. بعد ايه؟ ادخالهم للسواقي واهتمامهم بحفر الترع. طب في الصناعة صنعوا حاجات كتير. طب زي ايه؟ زيوت ومنسوجات وزجاج. زيوت ومنسوجات وزجاج. امال في التجارة عملوا ايه؟ اهتموا بالتجارة فازدهرت التجارة. طيب ازاي؟ من خلال ان هم عملوا حاجة اسمها منارة الاسكندرية. طب المنارة دي عملوها ليه؟ عملوها علشان يرشدوا السفن ليلا، يعني لإرشاد السفن ليلا. يعني ايه؟ يعني بدل ما السفن تبات بالليل ما تتحركش، لا، انا عملت المنارة ديت اللي هي عبارة عن مثلا 3 طوابق وفي الاخر كشاف نور كبير بيتحرك يمين وشمال. هي موجودة في اسكندرية لغاية دلوقتي. طيب ايه الأهمية بتاعتها؟ ان هي بترشد السفن ليلا. يبقى تاني في الاقتصاد ازدهرت الصناعة وازدهرت الزراعة وازدهرت التجارة. طب الزراعة ازدهرت ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب ادخالهم للسواقي واهتمامهم بحفر الترع. هي الترع دي مهمة يا مس؟ بتوصل المية للأراضي اللي بعيدة عن نهر النيل. طيب في الصناعة عملوا ايه؟ صنعوا حاجات. طب زي ايه؟ زيوت منسوجات وكمان زجاج. زيوت زجاج ومنسوجات. امال في التجارة عملوا ايه؟ عملوا منارة اسكندرية. استخدموها في ايه؟ لإرشاد السفن ليلا. طيب ادي حاجة. امال الثقافة؟ والله هم اهتموا بالعلم والثقافة. طب اهتموا ازاي؟ دلل على ذلك يعملوا لي حاجتين. ايه هما؟ مكتبة اسكندرية وجامعة اسكندرية. جامعة اسكندرية موجودة لغاية دلوقتي في اسكندرية. الجامعة ديت بتضم ايه او كانت بتضم ايه؟ علماء وطلاب علم من جميع انحاء العالم. علماء وطلاب علم من جميع الانحاء. طيب ايه كمان؟ اهتموا كمان او عملوا كمان مكتبة اسكندرية. المكتبة دي من اقدم واشهر المكتبات اللي موجودة في العالم. المكتبة ديت زودوها بكتب في مجالات العلوم المختلفة او في مختلف العلوم. يبقى تاني في العلوم والثقافة اهتموا بيها. عملوا ايه؟ مكتبة اسكندرية. جامعة اسكندرية عملوا ايه؟ جامعة اسكندرية ضمت علماء وطلاب علم في او من جميع الانحاء. امال مكتبة اسكندرية اقدم واشهر المكتبات الموجودة في العالم، وزودوها بكتب كمان في مجالات العلوم المختلفة. امال العمارة يعني ايه العمارة يا مس؟ يعني المباني. هما بنوا حاجة؟ بنوا حاجات. بنوا ايه؟ بنوا تراث معماري ضخم. زي ايه المعمار؟ المباني اللي بنوها زي معبد ادفو فيا لاوي دندرة. ادفو فيا لاوي دندرة. ادفو فيا لاوي دندرة. اغلبها في اسوان. طيب عملوا ايه كمان؟ هما كمان كانوا واعيين. ازاي؟ شافوا المصريين بيحبوا ايه وبدأوا يتقربوا ليه. يعني ايه؟ يعني او اظهروا احترامهم للديانة المصرية من خلال ايه؟ ان هم اعترفوا بالديانة المصرية كديانة رسمية للبلاد. وكمان قدموا القرابين للآلهة المصرية. يعني ايه قرابين؟ يعني حبة ذهب، حبة فضة، احجار كريمة، غلة، اي حاجة علشان الآلهة المصرية ترضى عنه. يبقى تاني في العمارة يعني المباني بنوا ايه؟ معابد. زي ايه؟ زي ادفو فيلا ودندرة واللي موجودة اغلبها بأسوان. طيب كمان
أظهروا احترامهم للديانة المصرية إزاي؟ لما اعترفوا بالديانة المصرية كدين رسمي للدولة، وقدموا القرابين للآلهة المصرية. طيب، ذكر لي في الكتاب حاجة، إن منظمة اليونسكو اهتمت بالعلوم والثقافة، وقدرت إن هي تتدخل لإنقاذ معابد زي معبد مين؟ أبو سمبل. أنقذته من إيه؟ من الغرق، وكمان أحيت مكتبة اسكندرية. يعني حاولت تعمل إيه؟ تحافظ على الكتب اللي في مكتبة اسكندرية. يبقى منظمة اليونسكو منظمة دولية اللي احنا خدناها في رابعة طول الترم السنة اللي فاتت. مالها منظمة اليونسكو دي؟ اللي هي بتهتم بإيه؟ بالثقافة والتراث والعلوم. طيب، تدخلت ليه؟ عشان تنقذ حاجتين: تنقذ معبد أبو سمبل في أسوان من الغرق، وكمان تحيي مكتبة اسكندرية. لكن للأسف البطالمة عملوا حاجات وحشة كتير، خلت المصريين ما تحبهمش وتقوم بثورات ضدهم. طب عملوا ايه؟ زودوا الضرايب. الحكام كانوا ضعفاء، آخر حكامها كانوا ضعفاء. كمان المصريين ما قبلوش على نفسهم كده، فعملوا ثورات. وآخر ملكة يا عيني كليوباترا السبعة اتهزمت في معركة أكتيوم البحرية سنة 31 قبل الميلاد. طب ما النتائج المترتبة على هزيمة كليوباترا في معركة أكتيوم البحرية؟ أصبحت مصر ولاية رومانية. يبقى تاني، هي أسباب سقوط دولة البطالمة 4 حاجات: ضعف الحكام، زيادة الضرائب، وما ننساش قيم المصريين بالثورات، وهزيمة كليوباترا السبعة في موقعة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد. ضعف الحكام، زيادة الضرائب، ثورات المصريين، هزيمة الملكة كليوباترا السبعة في موقعة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد. طب النتائج المترتبة عليها: تحول مصر إلى ولاية رومانية. جه بقى عهد الرومان، عملوا إيه؟ بصوا لمصر إن هي مصدر لحاجتين: للغذاء والثروة أسفة للإمبراطورية الرومانية. تاني، هما شافوا مصر كأنها إيه؟ مصدر للغذاء والثروة للإمبراطورية الرومانية. علشان كده استغلوا الموارد الاقتصادية، وكانوا بيزودوا روما بالقمح. اهتموا بالتجارة، فجعلوا مدينة اسكندرية تاني أكبر مركز تجاري في العالم بعد روما. اهتموا بالصناعة، صنعوا ورق بردي وزيوت. اهتموا بالعمارة، يعني المباني، بنوا ايه؟ مسرح الروماني ومعبد رأس السوداء، وكمان معبد كومومبو في أسوان. تاني، الرومان بصوا لمصر ازاي؟ انها مصدر للغذاء والثروة للإمبراطورية الرومانية، فاهتموا بالتجارة. جعلوا اسكندرية تاني مدينة أو تاني أكبر مركز تجاري في العالم بعد روما، واستغلوا الموارد الاقتصادية وخصوصا القمح. طيب ليه؟ لتزويد روما بيه. وكمان اهتموا بالصناعة. طيب صنعوا ايه؟ ورق البردي، كمان الزيوت، واهتموا بالعمران. طيب بانوا ايه؟ معبد راس السوداء والمسرح الروماني، موجودين اغلبهم في اسكندرية، وكمان معبد كومومبو في اسوان. لكن للأسف سقطت الدولة الرومانية. ازاي؟ هما كمان فرضوا ضرائب على المصريين، وما خلوش المصريين يشاركوا في حكم بلدهم. هما اللي كانوا بيحكموها، يعني الرومان هما اللي كانوا بيحكموا البلد. غير ان هما بعد ما دخلت المسيحية في منتصف القرن الأول الميلادي على إيد القديس مرقس لمصر، بدأوا يضطهدوا المسيحيين. فرحب المصريين فقام المصريين بثورات ضد الرومان، وكمان رحبهم بالفتح العربي الإسلامي لمصر اللي كان على إيد عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب سنة 641 ميلادية، علشان طبعا يخلصهم من ظلم الروم. تاني، ايه أسباب سقوط دولة الرومان في مصر؟ فرض الضرايب على المصريين، وحرمان
المصريين من المشاركة في حكم بلدهم واضطهاد المصريين بعد دخول المسيحية مصر في منتصف القرن الأول الميلادي. طبعا على أيد مين؟ القديس مرقس. طيب السياسة اللي عملها الرومان اترتب عليها ايه؟ قيام المصريين بثورات. طيب وترتب عليها ايه كمان؟ ترحيب المصريين بالفتح العربي الإسلامي سنة 641 ميلادية على ايد مين؟ عمرو بن العاص في عهد الخليفة مين؟ عمر بن الخطاب. طب رحبوا بيه ليه؟ ليخلصهم من ظلم الرومان. يعني لو جابلك في الامتحان بما تفسر، رحب المصريين بالفتح العربي الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص ليخلصهم من ظلم الرومان. طب ما النتائج المترتبة على سياسة الرومان في مصر؟ قيام المصريين بثورات ضد الرومان وترحيب المصريين بالفتح العربي الإسلامي. خلصنا درسنا. يا ريت نذاكر الدرس أول بأول، اسمعوا أكتر من مرة علشان خاطر تثبت المعلومة. سلام يا حبايبي.